فيعني لازم نبقى مع بعض ايد واحده في الفتره اللي جايه دي. عندنا تحديات كتيره جدا جدا في الفتره اللي جايه، محتاجين كلنا نبقى ايد واحده ونتكاتف عشان نقدر ان احنا ناخد احسن حاجه في الفتره اللي جايه. مش محتاجين حد يشتتنا، مش محتاجين حد يخرجنا بره تركيزنا، فان شاء الله ربنا يكرم الموسم الجاي. اخيرا انت نجم كبير والنادي الاهلي مؤسسه كبيره، ردك على ما يشاع حول يعني بقائك ورحيلك عن منصبك في النادي الاهلي؟ لا احنا النادي الاهلي ده بيتنا. اي مكان الواحد هيبقى موجود فيه هيأدي ب 100% من مجهوده، واي وقت النادي الاهلي يحتاجني في اي مكان، سواء كنت موجود سواء اي حد هيبقى موجود غيري، اول واحد هيساعده ويسانده ويبقى في ظهره وهديله كل الاخبار كل الملف بتاع الكوره، يعني اول واحد هيساعده، لان في الاخر كلنا زي ما انا استلمت من الكابتن سعيد، لو ما فيش نصيب ان انا اكمل وفي حد تاني هيكمل، هو اول واحد هيساعده هو انا، وهديله كل الملفات عشان يقدر يشتغل بسرعه على طول ما ياخدش وقت. في مكان جلسه جمعت ما بينك وبين الكابتن محمود خالد؟ لسه ان شاء الله. لسه امتى ده ان شاء الله؟ يعني لسه هنشوف. طمنا طيب من خلال. لا يعني هنشوف لسه الدنيا هتبقى ماشيه ازاي، واكيد هنقول لكم لو في اي حاجه. النادي الاهلي مؤسسه كبيره بتمشي بنظام، ونظام مؤسسي محترم. اي حدث هتلاقي النادي الاهلي هو اللي بيقول لكم، هو اللي بيبلغكم، وهو اللي بيقول كل التفاصيل. زي ما قلت المره المليون، النادي الاهلي ده فضله عليا وهيفضل طول عمره فضله عليا، سواء قاعد مش قاعد، هو النادي الاهلي بيتي. يعني انا بقالي 6 سنين في النادي، من القطاع من الاكاديميه للقطاع للفريق الاول، بذلت كل اللي اقدر عليه. بس اخر رساله عايز اقولها، اشكر جمهور النادي الاهلي النهارده على الاستقبال وعلى اللي حصل النهارده. ده حاجه بالنسبه لي هو اهم حاجه. اهم حاجه لو اي مكان في النادي الاهلي هيبقى عائق، يعني انا طول عمري ما كانش فيه مشاكل بيني وبين جمهور النادي الاهلي، دايما كان بيبقى سند بالنسبه لي، انما اي حاجه هتبقى عائق بيني وبين جمهور النادي الاهلي انا هستغنى عنها على طول.